تشرفنا اليوم باستضافة خبير التنمية البشرية الرائد العربي اليمني الإسلامي المفخرة عبد الغني اسكندر. ولن أخفيكم سرا بأن الجميع خرج مرتاح بعدما بدأت في البداية ملامح تردد، تساؤلات مع علاقة القضايا التي تطرح في تنمية الذات بالمحيط التربوي. فالجميع من هيئة إدارة، هيئة تدريس، فاعلون جمعويون، تلاميذ، كل الحضور خرج بنهاية المطاف بصورة بانطباع طيب عن أداء رائد خبير داعية لغوي شاعر حافظ للقرآن الكريم للسنة النبوية الجامع لأطراف الحديث من علوم التربية إلى التنمية البشرية إلى التاريخ إلى الجغرافيا إلى الدراسات الإسلامية. وبصدق تعلمت اليوم إلى جانب الجميع من حضر هذه الدورة التدريبية التكوينية، استفدت كثيرا، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة، وأن تتكرر وتتكرر، وأن لا يبخل علينا دكتورنا العزيز في أي فرصة تسنح الوصول إلى المغرب إلا وزارة مدينة بلوقصيري. طبعا كما شبهتها منذ البداية هي الشكل المصغر لشبوة، الشكل المصغر لشبوة. هذا ما أود أن أقوله. وأيضا لا أنسى بقدر ما أشكر الإدارة والنيابة والأكاديمية وكل المتدخلين الذين سهلوا علينا تنظيم هذا اللقاء، أود أن أتوجه بكلمة إلى مجلس رئاسة الوزراء باليمن الشقيق الذي أمدنا باسم علم مفخرة لنا ولهم ولجميع العرب، السيد عبد الغني اسكندر. وأتمنى من الله أن يوفق ويسدد خطى اليمن السعيد باتجاه الأمن والأمان والاستقرار، وأن يمن عليه بالعافية إن شاء الله، وأن نرى اليمن السعيد في مصاف الدول التي ترفع من وتيرة التطور التقدم والنماء لدرجة نحس فيها نحن بالمغاربة أو بالأحرى أهل المغرب العربي بأن اليمن خرج من المأزق الذي عاش فيه مدة. أتمنى أن تكون قد ولت وانتقل إلى مرحلة لا رجعة فيها إلى الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان. بصفتي رئيس أو منسق، بالأحرى منسق لفضاء الخدمة المدنية الأستاذ محمد مرجان، أن أهنئ كل التنظيمات، كل الأجهزة الناشطة داخل المؤسسة، مؤسسة ثانوية الأمير مولاي رشيد، على حسن الحفاوة التي حظيت بها شخصيا من طرف زملائي، وأيضا التي لقي بها زميلي صديقي وعزيزي عبد الغني اسكندر. شكرا جزيلا.